الزمالك يوفر طائرة خاصة للعودة للقاهرة عقب مواجهة زيسكو. أعلن نادي الزمالك توفير طائرة خاصة للعودة للقاهرة عقب مواجهة زيسكو يونايتد، ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي على ملعب الأخير غدا لحد بالجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأشار الزمالك إلى أن النادي قد نجح في توفير طائرة خاصة لتنقل الفريق مباشرة عقب خوض مباراة زيسكو، ومن المقرر أن يعود الزمالك للقاهرة منتصف ليلة الاثنين بتوقيت القاهرة وعقب مواجهة زيسكو مباشرة. ويلعب الزمالك مع سموحة يوم الأربعاء على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز. المباراة من المقرر إقامتها يوم الخميس، ولكن تم تقديم موعدها بسبب مواجهة الزمالك لكايزر تشيف يوم السبت 14 فبراير. ويحتل الزمالك حاليا صدارة مجموعته بالكونفدرالية برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيف، بينما يحتل زيسكو المركز الرابع بدون أي نقطة. إيقاف رودريجو في دوري الأبطال. رودريجو اتعرض للطرد في مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بعد اعتراض قوي على الحكم. الاتحاد الأوروبي يويفا قرر إيقاف مباراتين بسبب استخدام عبارات غير لائقة تجاه الحكم، وده بيخليه يغيب عن مباراتي الذهاب والإياب في ملحق دوري الأبطال ضد بنفيكا. إصابة رودريجو. النادي أعلن إن رودريجو مصاب في أوتار الركبة العضلة الخلفية في فخذه الأيمن. من المتوقع أنه يغيب عن الملاعب لحوالي 10 أيام، يعني هيغيب كمان عن مباريات الدوري ضد فالنسيا وريال سوسيداد. لو الأمور مشيت كويس ممكن يرجع في يوم 21 فبراير قدام أسوسانا. تأثير على ريال مدريد. رودريجو مش هيشارك في أهم مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف، زائد إن الإصابة في نفس الوقت ده ضربة قوية للفريق. لكن ريال مدريد كمان بيعاني من غيابات تانية بسبب الإصابة أو الإيقاف في الفريق، وده بيخلق مشكلة في الخيارات الهجومية. رد فعل رودريجو اعتذر، نشر اعتذار على حسابه بوسائل التواصل بعد الطرد، وقال إنه اتحرك بعاطفة للحظة وإن ده مش طبعه، واعتذر للجماهير والنادي والزملاء. يا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد.